هو مين القس ريتشموند ده وايه حكايته بالظبط؟ وهل فعلا هو سمع صوت ربنا ولا ده صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا صوت ملك من الملائكه؟ او خلينا نسال سؤال اعمق من كده شويه، هو الاسلام فعلا دين الحق ولا ايه؟ اهلا بيك يا صديقي في حلقه جديده من برنامج العراف. القصه مش بس مؤثره في معناها يا صديقي، القصه هتخليك تفكر وتعيد تفكيرك اكتر من مره كمان، وتتيقن انك لو مش مسلم ده معناه ان في شيء غلط وانك بتضيع حياتك على طريق غلط وهتندم في نهايته. على مر ازمنه كتير بنلاقي ناس على اديان اخرى بقصص ملهمه وغريبه جدا بتدخل الاسلام. لو ركزت كويس يا صديقي هتلاقي ان في ملايين بيخشوا الاسلام وبيحكوا حكاياتهم. لو دورت في التاريخ والتراث هتلاقي ان في كتير منهم قوي بقى ليه كلمه مؤثره في المجتمع، وربنا بيصنع منهم اداه لنشر الاسلام، زي الداعيه يوسف استس والداعيه صلاح ابو حمزه والشيخ خالد ياسين ومالكوم اكس وغيرهم كتير قوي من مغيري دياناتهم للدين الاسلامي، وبتلاقيهم فرسان في الدعوه الاسلاميه وبسببهم بيخش ناس كتير قوي في الاسلام. ولو جيت على صعيد اخر هتلاقي ان كان في ناس مسلمين بالفطره وبيحصل لهم حاجه في حياتهم وبيقرروا من بدايه حياتهم ان هم يكونوا فرسان للدعوه الاسلاميه وبيبقوا عباقره في المناظرات وبيبحثوا وبيدرسوا لحد ما يبقوا من اذكر الدعاه. ولو دورنا على سبيل المثال للحظ هيتردد في ذهننا على طول الداعيه الاسلامي احمد ديدات. طبعا عمرنا ما هننسى التلميذ النجيب الداعيه دكتور ذاكر نايك وغيرهم كتير قوي من اللي سابوا بصمه عظيمه في الدين الاسلامي. لو جينا فكرنا كده لبعض اللحظات هنلاقي ان في شيوخ بيسيبوا لنا بصمه عظيمه وبيسيبوا لنا علم عظيم في حياتهم وبعد موتهم كمان. وبتلاقي كمان ان ربنا بيبعت للناس حد بيجدد لهم عقيدتهم كل فتره عشان يرجعهم لبار الامان زي الشيخ الشعراوي والشيخ كشك وغيرهم كتير. تلاقي برضو ان في ناس كتير حصل لهم حاجه في حياتهم بعدتهم عن الاسلام شويه، لكن بداوا رحله بحث عظيمه ونتيجتها انهم بقوا سلاح لنصره الاسلام. ومثال على ده طبعا الدكتور مصطفى محمود اللي انا شخصيا من عشاق حلقاته والعلم الوفير اللي عنده. ولو ركزت اكتر هتلاقي ان الاسلام بيطلع علماء كتير جدا، وان صاحب الدعوه دايما يا صديقي بيكون عنده لسان عظيم، وان الدين عندنا عشان تبقى متخصص فيه بشكل كبير بينطلق عليك عالم. ولو فكرت شويه يا صديقي هتلاقي ان كلمه عالم في الدين دي بتنطبق على علماء الدين الاسلامي بس، مع ان الدين الاسلامي بيفسر لك كل حاجه حواليك الا ان اياته محتاجه علماء تفسر لك وتوصل لك الفهم الصحيح للايات. ولسه لحد وقتنا ده في رموز في القران بتتفك وبيحاول علماء يفكوها وبتظهر لنا اعجاز علمي دقيق، عشان كده بنحتاج دايما للعلماء هي اللي تفسر لنا. وربنا قال في كتابه العزيز فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. عمرك سمعت عن عالم في الالحاد او عالم في اي ديانه ثانيه؟ دايما هتلاقي اللي بينطبق عليه كلمه حكيم، ولما تسمع كلامه هتلاقي ان كلامه كله كلام صبياني، وده مهما بلغ من علم في دينه هتحسه لسه كلام صبياني. لكن رجحة العقل واللسان دايما هتلاقيها في علماء الاسلام، دايما هتلاقيهم قاعدين على بساط قوي وبيتكلموا من خلاله وبينشروا تعاليمهم من خلاله، وصعب جدا هزيمتهم يا صديقي. وزي ما قال ربنا في كتابه العزيز ان الدين عند الله الاسلام. كل اللي نزل من كتب يا صديقي اسمه شرائع، والشرائع اللي كان بيتم تحريفها كان بينزل غيرها، ودي الفتنه اللي كان بيقع فيها البشر. كلامي هنا عن الشرائع السماويه اللي هي كلام منزل من عند الله زي التوراه والانجيل، لكن بعد ما بيحصل لغط في الكتابين وتحريف ربنا بينزل القران وبيتمم الدين بيه وبيحفظه من اي تحريف، زي ما قال في كتابه العزيز ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وبيجي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عذاب كتير مع العالمين وحروب عقائديه وبيتمم الدين الاسلامي وبيختمه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يعني الدين هو الاسلام. كل الانبياء كانوا مسلمين، وفي ادله كتير قوي في القران على ده، وعلى السنه كل الانبياء هتلاقيهم بيقولوا انهم مسلمين، وهتلاقي ان لفظ يهوديه ولفظ مسيحيه لفظ تم اختراعه من قبل معتنقين. والراي الراجح لتسميه اليهود بالاسم ده نسبه ليهوذا ابن سيدنا يعقوب عليه السلام ملقب باسرائيل، وابنائه ال 12 هم بنو اسرائيل، وبيجي منهم يا صديقي الذريه كلها، والعرب هنا قلبوا الزال دال. اما المسيحيه يا صديقي فهي نسبه للمسيح عيسى ابن مريم. لازم تعرف يا صديقي ان اول ما نطق بيه المسيح ابن مريم وهو في المهد، يعني اول جمله قالها القوم وهو لسه طفل رضيع، جمله كان بيوصف لهم فيها ان هو عباره عن عبد لله، ودي كانت المعجزه ان طفل في السن ده يتكلم. وجاء ذكره في كتاب الله العزيز قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي ايه ثانيه ربنا بيثبت لنا ان الدين اللي كان بيدعو ليه سيدنا عيسى هو الاسلام. قال تعالى في كتابه العزيز فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون. الكلام واضح جدا اهو. فيما بعد تم تحريف الكلام وتم تنصيب سيدنا عيسى اله، وتحريف كتابه واطلاق دين اسمه المسيحيه. فطبيعي لما تلاقي معجزه بتحصل في وقتنا الحالي ده وبتنصر الاسلام بيجي نداء من فوق لعبد بيتبعه الاف البشر ويكون سبب لنصره الاسلام ودخول الالاف او الملايين من البشر في الدين الاسلامي. وطبيعي جدا ان قلب قسيس مسيحي يدعو للديانه المسيحيه ويتبعه الاف ربنا يهمس له ويرجعه للدين الصحيح، وخاصه ان اكيد ربنا شاف في قلبه حته من بحث عن الحق. فهل القس ريتشموند سمع صوت ربنا في حلمه ولا ده كان صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يمكن صوت ملك من الملائكه؟ انا ما اقدرش افتي لك يا صديقي يكون ايه بالظبط، لكن اللي اقدر اقوله ان ده كان صوت للهدايه جه باي شكل كان. اللي في الصوره قدامك ده يا صديقي هو القس ريتشموند، حاليا بقى اسمه الحاج ابراهيم ريتشموند، والصوره دي من على جبل النور وهو بيقدم مناسك الحج. في اللقاء ده الحاج ابراهيم كان بيبكي بيحمد ربنا انه اداله فرصه لدخوله الاسلام قبل موته، وكان سبب في انه يوصل لجبل النور ده، وبيسجد وبيبكي بحرقه وبيحكي قصه دخوله في الاسلام.
القس ريتشموند بيقول ان هو قس بقاله 15 سنه، وبيطلق عليه في جنوب افريقيا لقب امير الجماعه، وده لانه مش قسيس عادي كده، ده بيتبعوا الاف المسيحيين وبيسمعوا كلامه بشكل كامل وبيقدسوه بشكل كبير جدا، وبيقولوا ان تابعينه حوالي 100,000 مسيحي. So I've been a priest for 15 years now, leader of the congregation, the Corinthian Church of South Africa. That's got about 100,000 followers. وفي يوم بعد ما بيخلص طقوسه في الكنيسه بيدخل ريتشموند اوضه صغيره في الكنيسه وبينام، فجاه بيحلم بصوت جاي من بعيد وبيقول له اخبر رجالك بان يرتدوا اللباس الابيض. رد ريتشموند في الحلم وقال ثياب المسلمين، وصحى بعدها من النوم، لكن فكر ان ده حلم عادي كده وتجاهله. لكن في الايام اللي بعدها بيتكرر الحلم اكتر من مره، ده بيكون شيء غريب جدا على نفس ريتشموند، لحد ما بيجي يوم والصوت بيكون قوي جدا وكانه امر من السماء. Until I had a dream, then I heard this voice. It says, tell your men to wear white kurtas. Kurtas. I said, oh, Muslim head. Then I said, it's just a dream. He came again and again. And the last time, this voice became aggressive now. Tell your men. فبيتاكد ريتشموند ان ده مش مجرد حلم، ده رؤيه. بيقوم ريتشموند من النوم وبيدعو الناس للكنيسه وبيحكي لهم الرؤيه اللي شافها، وبيقول لهم البسوا اللباس الابيض لانه امر من ربنا. Then I went, it was a congregation. I said, now I'm going to these people, I'm going to tell them, let them believe. Then I went there. Then I told them, you know how Allah made it easy. They just accepted. وفي الزياره الثانيه للكنيسه بيكون في 100,000 مسيحي لابسين جلابيب وطواقي بيضاء، بيبدا ريتشموند يشرح لهم ان ده لبس المسلمين وانها رؤيه من عند الله سبحانه وتعالى، وبيبلغوا من خلالها انه يعتنق الاسلام وان الاسلام هو الدين الحق. وبينطق ريتشموند الشهادتين وبيرددها وراهم 100,000 مسيحي. When the next meeting came on the next congregation, everyone was wearing it, white kurtas, and all those they accepted. They accepted. 3 months ago, I made the shahada in the church. They were supporting what I was saying. They were also saying it. Those 1,000 voices saying one, giving the shahada with me. Ashhadu, ashhadu, Allah, ilaha illallah. We were happy. شفت المشهد المهيب ده يا صديقي؟ وكل العدد ده بيردد الشهاده. خليني اقول لك ان مفيش شخص واحد فيهم بس اعترض، كلهم وافقوا يعتنقوا الاسلام. ريتشموند نفسه بيقول ان هم كانوا سعداء جدا وهم بيرددوا وراه. تخيل يا صديقي عظمه الاسلام. الكلام ده حصل من 3 شهور، وبيغير ريتشموند اسمه يا صديقي وبيبقى ابراهيم، ويبدا رحلته هو والمسيحيين اللي معاه للاسلام، وبدا يعلمهم الصلاه وكل امور الاسلام، لحد ما في ناس بتفاجئه وبتقول له انه هيحج. خليني اقول لك ان الحج من اعظم الافعال اللي ممكن تمر على قلب مسلم، فتخيل بقى لما تمر على قلب مسيحي غير ديانته وبقى مسلم، لانه بيرجع من الحج يا صديقي انسان تاني تماما، وبيصدق ويتيقن اكتر بالاسلام. ويمكن دليل على ده اللي حصل لمالكوم اكس لما كان مسلم متابع لجماعه عنصريه، ولما حج رجع من الحج انسان تاني خالص، وبدا في تغيير مفاهيم الاسلام في عقول اللي فاهمينه غلط لحد ما بيتقتل. بس ده بيسيب اثر عظيم جدا في نفوس الناس، وهتلاقي ان في ناس كتير قوي فاكرينه لحد دلوقتي. فكون ان شخص زي ابراهيم ريتشموند يحج، ده معناه انه هيبذل كل جهده عشان يوسع دايره معتنق الاسلام. حتى انه قالها في اللقاء وهو على جبل النور، قال انه مش هيكتفي بس بالالاف اللي دخلوا الاسلام بسببه، وبيقعد كمان انه هيكون سبب في اعتناق الملايين للدين الاسلامي. بيبكي ابراهيم وبيقول لهم ان لما قالوا له ان هو هيحج قال لهم ده شيء مستحيل، انتوا اكيد بتهزروا، لحد ما بيجي له واحد مسلم فبيستقبله ويقول له انه كان مستنيه. Then I saw Muslim brothers coming. I said, I've been waiting for you. I've been waiting for you. I had a dream that you'll come here. When they told me you are going to Hajj, I said, oh, me? I can't go there. I won't go there. And when the day came, they say you are leaving. I said, leaving when? You must be joking. This is not happening. It can't happen. والمسلم ده يا صديقي بياخده للحج، وبتتحقق امنيته اللي كانت بعيده جدا بعد 3 شهور من اسلامه. بيبكي ابراهيم وهو على جبل النور، بيقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جه هنا عند جبل النور لوحده، وبدا الدعوه ومشى وراه الملايين، وان ابراهيم هيتبع من هنا خطاه، وانه هيكون سبب في ان ملايين من جنوب افريقيا يتبعوا خطواته ويبقوا مسلمين عشان يوصلوا للنور. Peace be upon him, Muhammad. When we went up here, he was alone. I will follow the footsteps. And I believe by following these footsteps, millions of my people in South Africa will follow these footsteps to
see the light. This is the mountain of light. I am the first one in my family to touch here. This soil, this blessed soil. The mountain of light. Light. Yes. From this the mountain started the light of Islam. That's why I brought you here. Hey, I'm shaking. Shake. Hey, I'm shaking. I want to go up there. You want? Yeah. It's hard. No, nothing is hard. When you have that heart, nothing is hard. In the name of Allah, nothing is hard. He make it easy for me. I'm happy for that. To feel the Hajj. I am so happy and lucky to be given that chance while I'm still here. Because there's no chance there. يهدي الله لنوره من يشاء. Yeah. He is the light. He is our light. He is my light. He is the light of this world. Let His light shine all over the world. And He forgives us all our sins. صوت من فوق لمس قلب عبد كان بيدور عن الحقيقه، نصره للدين الحق، نصره للاسلام، ونصره لينا جميعا كمسلمين. زي ما قال ربنا في كتابه العزيز: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. حاول تكون سبب صديقي في ان قصته تعرف اكتر، فشير ولايك للفيديو، وقول لنا رايك في الكومنت تحت، وما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. انا علاء عرفه وبس كده.